عسلامة ومرحبا بكم إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعافية. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد باش نعملوا مع بعضنا كيك اقتصادية وبنكهة الليمون بكعبتين عظم أكاهو وزيد منش باش نستحقوا ميزان في وصفتنا لليوم. تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا كيفاش طريقة التحضير، وكان عجبكم المحتوى متاعي ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش كي نهبط فيديو جديدة توصل لكم النوتيفيكاسيون. وتوا نبداو في طريقة التحضير. عندي لهنا المول متاعي بالنسبة للحجم متاعها صغير، دهنتها بالزبدة. كأن نتوما المول متاعكم كبيرة أو كتضعفوا في المكونات. فقست توا كعبتين عظم، وكما قلت لكم الوصفة متاعنا اليوم ما باش نستحقوا ميزان، كل شيء باش نقيسه بكعبة الياغورت. خذيت كيلو ونص من السكر، رشة صغيرة من الملح لتعديل المذاق، وواحدة سكر فاني. وتوا باش نخلط كل شيء مع بعضه لين يتحل معايا السكر والخليط يولي أبيض كما تشوفوا هكايا. وتوا باش نكمل نحط كيلة متاع عصير ليمون، ونص كيلة من الزيت النباتي، ونص كيلة من حليب، وشوية زيت دو سيترون. زيت تعطيها بنة على بنة وتنحي أكل ريحة الزفورية متاع العظم. خلط توا كل شيء مع بعضه، وباش نكمل توا نضيف 3 كيلات ونص من الفارينة. بالنسبة للفارينة ضروري تغربلوها قبل ما تحطوها. حطيت توا الكيلة الأولى، وهذه الكيلة الثانية، وهذه الكيلة الثالثة. نخلط توا مع بعضه كل شيء لين تتحل معايا أكل فارينة. وتوا باش نكمل نحط باكو خميرة متاع مرطبات فيها 15 جرام. نخلط توا بالكدا، وباش نكمل توا نضيف النص كيلة متاع فارينة ونحلها. الفرينة ما تقعدوش تخدموا فيها ياسر، دوبا ما تتحل معاكم قصوا على عملية التحريك. حطيت توا الخليط متاعي في وسط المول. نسيت ما قلتلكمش، من اول ما بديت نفقس في العظم راني شعلت على الفور على 180 درجة، شعلت عليه من فوق ومن اللوطة. قبل ما ندخلها نضربها شوية على الطاولة باش يتنحاو الفقاعات. وهذه توا الكيك متاعي حضرت. ما شاء الله الريحة متاع السيترون تعمل 66 كيف. تشربوها مع قهوة في العشوية ولا الفطور الصباح. ان شاء الله يا ربي نكون قدمت لكم اضافة واستفدتوا من الفيديو متاعي. وتوا نقول لكم بسلامة، وان شاء الله نتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد، وباي باي.